تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج معا ننهض نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقاتنا عن مفهوم النهضة، ولا زلنا نتابع التعريف المفهوم وعلاقة هذا المفهوم بمجموعة من المفردات الأخرى، وخاصة نحن نسعى بإذن الله تبارك وتعالى من خلال هذا المنبر إلى محاولة تحرير المصطلحات بما يؤدي إلى تأصيلها بقدر الإمكان. وكنا قد تحدثنا من المفردات القرآنية السابقة عن مفهوم القوم في القرآن الكريم وصلته بمفهوم النهضة، واليوم إن شاء الله أيضا نحاول أن نتناول مفهوما قرآنيا جديدا، وهو مفهوم الإصلاح والتغيير. مفهوم الإصلاح والتغيير هو من المفاهيم العميقة والمتجذرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن كما هو حالة كثير من المصطلحات وكثير من المفردات أن الناس يحدثون فيها تغييرا وفقا لمنظورهم وفقا لواقعهم وفقا لاستخدامهم، فينحرف أحيانا المفهوم عن المفهوم الأصلي في القرآن إلى مفاهيم أخرى. وهذه يمكن في الحلقات السابقة ذكرت بأن هذا النوع مما سميناه بفخ المصطلح، وأخطر ما يواجهنا في عملية النهضة وبناء على الأقل المنظومات النهضوية، خاصة في أبعادها الثقافية والفكرية والأيديولوجية، هو إشكالية المصطلحات، وهو أن كل حضارة وكل ثقافة مختزنة بمجموعة من المفاهيم ومجموعة من المصطلحات، وكثيرا ما تكون الإشكالات هنا في التباين في المصطلحات وفق الأرضيات المعرفية، ووفق كذلك ما يمكن أن نسميه بنظرية المعرفة بشكل عام، وكذلك وفق للخلفية الثقافية لكل مجتمع. وهذه على كل إشكالية. ونحن بالنسبة للقرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على عباده بلسان عربي مبين، فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب، واللغة العربية بكل مفرداتها وكل دلالاتها وبلاغتها فهي على الأقل متضمنة أو القرآن نزل بها. ولكن أيضا يجب أن ندرك أن اللغة العربية أيضا ليست مقيدة للقرآن، يعني لا نستطيع أن نجعل اللغة العربية حاكمة على القرآن، بالعكس القرآن الكريم هو حاكم عليها. القرآن الكريم ينقل أحيانا بعض المفردات إلى إطار خاص وينقلها من دائرة اللغة إلى دائرة الشرع، ولذلك دائما نحن في الدراسات نتكلم عن المفهوم من حيث اللغة، ونتكلم كذلك عن المفهوم من حيث الاصطلاح أو من حيث الاستخدام الشرعي. وهذا مهم جدا لنخرج من دوائر فخ المصطلحات، وهذه إشكالية كبيرة كما ذكرت أنا، مسألة فخ المصطلح وحمل كل طرف للأطراف الأخرى وفق منظوره هو، وهذه على كل إشكالية كما ذكرت في مسائل النهضة. فسنجد كيف أن كثير من المصطلحات تقف على أرضية معرفية معينة، تقف على أرضية ثقافية معينة، تنطلق من منظور حضاري معين، ويسعى، وهذه إشكالية الحضارات، تسعى دائما الحضارة إلى محاولة إعطاء مفاهيمها وتصوراتها وثقافتها، تحاول أن تعولمها، وإلا لا تعتبر أصلا حضارة إلا إذا أخذت بعد عالمي وأضافت أبعاد على الأقل ما يعرف بالحضارة الإنسانية.
فإشكالية المصطلحات خاصة في القرآن الكريم، كثير من الناس أحيانا يكون عنده مفهوم، وهذا المفهوم مختزن في ذاكرته من خلال ما تربى عليه ومن خلال ما نشأ عليه في بيئته. نشأ في بيئة معينة تستخدم اصطلاح معين، فهو اختزن هذا المصطلح وجاء إلى القرآن الكريم ويتعامل مع نفس المصطلح القرآني بما حمله هو من مخزون ثقافي. وكذلك درس بطريقة معينة، تربى بطريقة معينة، انتقلت إليه مفاهيم من المجتمع بطريقة معينة. هذه المفاهيم كلها تؤثر عموما في إشكالية قضايا المصطلح. فنحن واحدة من الإشكالات الكبرى حقيقة التي نلاحظها في ساحة مشاريع النهضة وفي ساحة مشاريع العمل الإصلاحي والعمل التغييري والعمل الثوري، ساحات حتى العمل السياسي بشكل عام، نلاحظ هنالك تداخل في المصطلحات وتبني مصطلحات أحيانا قرآنية. مصطلح يكون قرآني ولكن المفهوم غير قرآني، وسنأتي إن شاء الله إلى هذه المسألة خاصة في ما نحن فيه في حلقة اليوم في مفهوم الإصلاح ومفهوم التغيير. مفهوم الإصلاح هو من المفاهيم المتجذرة ومن المفاهيم التي لها صلة كبيرة جدا بمفهوم النهضة، يعني لها صلة بمفهوم النهضة، ولكنه مفهوم عميق في القرآن الكريم وله دلالات لغوية وله دلالات كذلك شرعية. ولكن نلاحظ في مفهوم الإصلاح أن الدلالات اللغوية بشكل عام لا تبتعد كثيرا عن الدلالات الاصطلاحية والدلالات الشرعية كما جاءت ووردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن مفهوم الإصلاح يوازي دائما أو يكون في مقابل مفهوم الفساد، فالقرآن يتحدث عن هذين المفهومين باعتبارهما مفهومين مثل مفهوم الحق والباطل، فهنالك مفهوم الإصلاح ومفهوم الفساد. وورد في كتاب الله سبحانه وتعالى عدة مرات يعني الحديث عن الإصلاح ومفردات الإصلاح، سواء بأصلح أو يصلح أو الصلاح أو غير ذلك، على كل ورد عدة مرات. كذلك وردت مفردة الفساد باعتبارها أيضا خروج عن حد الاعتدال عدة مرات، يمكن وردت 50 مرة مفردة الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إلى غير ذلك من المفردات القرآنية الكثيرة جدا التي تتحدث عن الفساد. أما مفهوم الإصلاح الذي هو نقيض مفهوم الفساد وهو مقابل له دوما، وإذا استوعبت أنت مفهوم الصلاح تفهم تلقائيا مفهوم الفساد. فالصلاح والإصلاح والمصلحة والتصالح كلها تقريبا تدور حول إزالة الفساد عن الشيء وإعادته إلى وضعه الطبيعي. يعني شيء يكون فسد أو شيء يكون تغير أو حصل فيه خروج عن وضعه الطبيعي، فتعيده أنت إلى دائرته الحقيقية أو إعادته إلى ما كان عليه، فهذا يسمى إصلاح، يسمى إصلاح. ولذلك الآن مثلا يعني عندما يحصل لشخص مثلا في بيته أو في سيارته حصل فسادا، وفساد هنا حصل معناه تغير في الحالة، السيارة تعطلت، البيت حصل فيها تغيرات، حصل فيها ما يسميه فساد. والفساد هنا بهذا المعنى تغير الشيء عن وضعه الطبيعي، تغير الشيء عن وضعه الطبيعي. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كان ما قبل الفساد الوضع صالح والحياة صالحة والبيئة صالحة، يعني البحار والبر والجو كان صالحا قبل أن يتدخل الإنسان بحركته في الاستخلاف وحركته في الكون وإحداث تغييرات أدت هذه التغييرات إلى ما يمكن أن نسميه بالفساد. ولذلك دائما الصلاح هو الأصل والفساد هو التغير، الفساد هو حالة التغير. ولذلك سنربط إن شاء الله بين هذه المصطلحات الثلاث، مصطلح الإصلاح، مصطلح التغير، مصطلح الفساد. إذن الحالة الطبيعية هي حالة الصلاح، حالة الصلاح هي الحالة الطبيعية. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ويقول تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نلاحظ بأن المجتمع الوضع الطبيعي فيه الصلاح فيه أن يكون متعاونا متراحما مترابطا
يسعى إلى الخير فيما بينه، هذا الوضع الطبيعي. يحصل تغير بالقتال، فالتغير هنا حصل إيه؟ بالقتال. من حالة الصلاح حصل قتال، القتال أدى إلى فساد. الله سبحانه وتعالى يطالبنا بأن نعيد الأمر إلى لحظة الصلاح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالإصلاح بينهما هو إعادة الطائفتين اللتين تقاتلتا إلى حالة الوضع الطبيعي، وهي حالة الانسجام والتعايش، حالة الانسجام والتعايش فيما بينهم. ويقول تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا أيضا يكون حصل فساد ذات البين، فيؤدي ذلك إلى صلاح ذات البين من خلال العودة إلى ما كان عليه الأمر. ويقول سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس هو العودة بالعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع إلى وضعها الطبيعي الذي يكون فيه الأمر طبيعيا، بعيدا عن الشحناء والبغضاء والتقاتل والتطاحن والتحارب، بعيدا عن كل ذلك. إعادة الأمور إلى هذا الوضع هو الصلاح. الخروج عن هذا الحد المعتدل، أي حالة الاعتدال، حالة الوضع الطبيعي، خروج عن هذا الأمر فإن في ذلك فسادا، ونتج الفساد نتيجة التغير. وهذه أريد أن تستوعبها أخي المسلم، أختي المسلمة، تابع هذه المسألة بدقة، أن لحظة التغير هي لحظة الفساد، ولحظة الاستقرار والثبات على الفطرة هي لحظة الصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى فطر هذه النفوس البشرية على الخير، وفطرها على تقبل الحق، فطرها على الاستجابة لأوامره سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولذلك الشريعة الإسلامية تأتي في هذا السياق منسجمة مع أصل الفطرة، فيكون تعزز الفطرة وتعزز صلاحها وترتقي بها. وإذا حصل خروج عن الفطرة وحصل فساد فإن الشريعة تعيد هذا الوضع إلى حالة الصلاح. إذن الإصلاح أو الصلاح هو إعادة الأمر إلى وضعيته الطبيعية، والخروج عن دائرة الفساد ودائرة الانحراف. يقول مثلا في اللغة يقال صالحه مصالحة، أي سالمه مسالمة، فالمصالحة فيها أيضا عملية السلم والخروج عن دائرة. وأيضا منها الاصطلاح نسمع دائما كلمة الاصطلاح، والاصطلاح هو مصدر اصطلح عليه لاتفاق طائفة من الناس على مفهوم معين وعلى شيء معين تجريه مجرى الشيء المعروف بينها. فأهل اللغة مثلا يصطلحون على مفردات، وأهل الرياضيات يصطلحون على مصطلحات، وأهل الشريعة لهم مصطلحات، وأهل القضاء لهم مصطلحات، كل فئة في مجال عملها لها اصطلاح معين. الصالح هو الشخص المستقيم المؤدي لواجباته. الله سبحانه وتعالى تحدث عن الصالحين، ويدعو الإنسان دائما أن يدخله الله سبحانه وتعالى في رحمته وأن يكون من الصالحين. فالصلاح في حقيقته هو أداء الواجبات والاستقامة والسلامة من العيوب، والمصلحة هي المنفعة وهي الصلاح. المصلحة هي الصلاح وهي المنفعة. إذن الصلاح باختصار شديد، الصلاح في الرؤية الإسلامية هو معنى شامل يبتدئ من العلاقات المحدودة التي علاقة الإنسان بنفسه ابتداء في إصلاحها ورعايتها والاعتناء بها والحفاظ على فطرته من التغير، لأنها فطرة سليمة. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة هو الوضع السليم والوضع الطبيعي، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلونه يهوديا أو نصرانيا هنا حصل التغير، لكن الوضع الطبيعي أنه ولد على الفطرة. ثم تنتقل هذه الحالة من الحالة الفردية لتشمل مثلا حتى العلاقات الزوجية، تشمل علاقات الأزواج التي تقوم على السكن والمودة والرحمة والإحسان والتشاور.
فإذا انقلبت هذه العلاقة بين الزوجين، الوضع الطبيعي هكذا، العلاقات بين الزوجين تقوم على المودة والرحمة والإحسان والتشاور. إذا انقلبت هذه العلاقة من الصلاح إلى غيره، هنا لا بد من استعادتها وإعادة الميزان، تحتاج إلى إصلاح. يعني إذا حصل خروج عن دائرة الوضع الطبيعي تحتاج إلى إصلاح. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، عن الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والإصلاح هنا هو العودة إلى الحالة الطبيعية، حالة المودة والسكينة والتشاور والعيش المشترك، بعيدا عن أي شكل من أشكال التوتر والنشوز والبغضاء والكراهية. كذلك نلاحظ أن العلاقات الإنسانية، لاحظ الآن مفهوم الصلاح يرتقي من الفرد إلى حالة الأسرة إلى حالة المجتمع. المجتمع كذلك يكون مجتمعا صالحا إذا ساد فيما بينه المعروف والتراحم والتعاون والتعاضد ورعاية المواثيق البينية والوفاء فيما بين هذا المجتمع. فإذا خرج عن هذا الأمر، خرج مثلا المجتمع عن دائرة رعاية المواثيق ودخل إلى دائرة الاحتراب البيني، فإنه يحتاج إلى إصلاح، وهو الذي تحدثنا عنه فيه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن فالصلاح هو استعادة كما ذكرت إلى الوضع الطبيعي. ومن الملاحظ أن مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم يأتي مغاير. هنا نلاحظ أنه خلاص فهمنا أنه معنى الإصلاح هو الحالة السوية الطبيعية الفطرية. التغير عن هذه الحالة هو التغيير. وهنا علينا أن ندخل مباشرة، لأن هنا إشكالية كما ذكرت أنا فخ المصطلح مفهوم التغيير ومفهوم الإصلاح في الدراسات الاجتماعية والدراسات السياسية لن تجده ربما متوافق مع ما أذهب إليه الآن. يعني كثيرا ما نسمع الآن حركات الإصلاح وحركات التغيير. وفي إطار الدراسات السياسية والدراسات الاجتماعية مثلا تجد أن الحركة التي لا تسعى إلى التغيير الجذري يقال عنها هذه حركة إصلاحية، يفهم أنها حركة إصلاحية. والحركة التي تسعى إلى التغيير الجذري وإلى الانقضاض على النظام وتغيير بنية المجتمع يقال عنها هذه حركات تغييرية. نخرج إن شاء الله فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام.
تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نواصل إن شاء الله ما كنا نتحدث عنه من محاولة النظر في مفهوم الإصلاح والتغيير، وخاصة في الاصطلاح القرآني، لأننا في نهاية المطاف كما ذكرت بأننا نريد أن ننطلق من أرضية فيها نوع من التأصيل وعدم الدخول في فخ المصطلح الذي هو انحراف بالمصطلح القرآني إلى مصطلحات أخرى ليست لها صلة بالمصطلح القرآني. وهذه للأسف الشديد لا يقع فيها فقط ضعاف أو قليل الثقافة الشرعية والإسلامية، ولكن يقع فيها حتى كثير من قادة الفكر أحيانا بغير طبعا قصد، ولكن هكذا يكون شاع بين الناس المصطلح ويتناقله الناس دون أي وقوف على تفاصيل المصطلح من الناحية القرآنية. فكنت أتكلم قبل الفاصل حول مفهوم الإصلاح في البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية. فالإصلاح عندهم دوما هو دون التغيير، والتغيير هو حالة جذرية متكاملة، وقريب جدا من مفهوم الثورة. يعني مفهوم الثورة ومفهوم التغيير يكاد يكونوا متقاربين، وبالنقيض لهم أو يقابلهم مفهوم الإصلاح. وبالتالي الإصلاح في نظر الناس على الأقل البعد النفسي الذي يعني يتركه هذا الأمر من الناحية الاصطلاحية يشعر بأن داعية الإصلاح أو الذي يقول بأني داعية أدعو إلى الإصلاح كأنما هو أمره دون الكمال والتمام، بينما الذي يريد أن يغير أو يريد أن يثور ويعلن ثورة هذا هو صاحب المشروع المتكامل وصاحب الرؤية الكلية في الحالة الجذرية في التغيير. ولكن تعالوا معنا لننظر فعلا هل هذه المسألة صحيحة؟ لأنه ألاحظ مثلا كثير من دعاة النهضة الآن تجد مثلا الحديث كثير جدا عن التغيير، وتجد أن الاستدلال بآية تكاد تكون مركزية في الاستدلال عندهم، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه يعني يستدل بها في سياق إيجابي، يعني يستدل بها في سياق ما نسميه نحن الآن بالسياق الإصلاحي. إن الله لا، يعني كأنما يريد أن يقول لك أنت في واقع متردي وواقع سيء وواقع فيه تخلف وعدم نهضة، ولا تستطيع أن تكون في حالة ممتازة وجيدة إلا إذا غيرت ما بك. فهل فعلا مفهوم التغيير في القرآن الكريم هو يذهب إلى هذا الاتجاه، أم أنه عكس ما يستدلون به؟ حتى نكون دقيقين في الاصطلاح، لأن في نهاية المطاف سأقول بأن المفهوم المركزي في قضية الرسالة السماوية هي مفهوم الإصلاح. يعني هذه النقطة اللي نحن في النهاية حولها ندندن، أن الإصلاح هو المفهوم المركزي في القرآن الكريم. طيب أين نضع مفهوم التغيير الذي يستدل به الناس؟ نلاحظ أن مفهوم التغيير الذي ورد في القرآن الكريم هو صفة سالبة وليس صفة إيجابية. مفهوم التغيير صفة سالبة وليس صفة إيجابية. كونه في القرآن الكريم التغيير هو تحول نحو الأسوأ بحسب السياقات القرآنية، وهذه طبعا ستكون غريبة، ونحن دائما ننشد التغيير، لكن أنا هنا بغض النظر بعد ذلك كيف ستستدل بهذه الآيات في عملية التغيير والإصلاح هذا شأنك، لكن دعنا نقف مع الآيات القرآنية في مفهوم التغيير، وكيف وضع القرآن الكريم أو أين وضع القرآن الكريم مفهوم الإصلاح وأين وضع مفهوم التغيير. فمفهوم الإصلاح ذكرنا بأنه هو الحالة الطبيعية السوية المستقيمة النافعة التي تؤدي بالإنسان إلى جنة الله تبارك وتعالى. طيب تعال إلى التغيير.
يقول الله تبارك وتعالى في آيات التغيير، كل الآيات الواردة على النحو الآتي تقريبا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا لاحظ الآن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة. هنا الآن التغيير من إيه؟ من وضع النعم إلى سلب هذه النعم. يعني أنت كنت في وضع طبيعي، وهذا هو الحالة الطبيعية في الكون، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الإنسان، خلق له كل النعم وكلفه بتكاليف، كلما استطاع أن يكون مستقيما مع التكاليف الربانية كانت النعم باستقامة وصيرورة وديمومة وعدم انقطاع. مجرد ما الإنسان يخرج عن حالة الصلاح يحصل التغير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الصلاح إلى الفساد. حتى يغيروا ما بأنفسهم من الصلاح إلى الفساد، وهذه واضحة. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على حتى يغيروا ما، فالذين غيروا ما بأنفسهم من التوحيد إلى الشرك، ومن الصلاح إلى الفساد، ومن الخير إلى الشر، تغيرت حالة النعم عندهم. تغيرت النعم إما بالسلب، وتغيرت عموما الحالة العامة المستقيمة إلى حالة أخرى. ولذلك تلاحظ بعض الناس سبحان الله العاديين يقول لك الله لا يغير علينا، الله لا يغير علينا، وهو فعلا في هذا السياق مفهوم صحيح. الله لا يغير علينا مفهوم صحيح، بمعنى أن الله يديم علينا نعمه ولا ينتزعها منا، ولا تختلف حالتنا من النعيم إلى غيره. وهذا يتوافق مع الآية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية الثانية، وهي التي كما قلت محور استدلالات كثير من رجالات النهضة، هي قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين جاءت هذه الآية؟ هذه جاءت في سورة الرعد بقوله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من الله من وال. لاحظ أيضا السياق الذي جاءت فيه مفهوم التغيير في الآية ليس هو المفهوم الذي يستدل به. جاءت في سياق تحول من حالة النعم، وتحول من حالة الخير، وتحول من حالة الوضع الطبيعي إلى شيء آخر، بدليل قوله تبارك وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا، من خلال التغيير. من خلال التغيير إذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من الله من وال. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى، وهنا لاحظوا وقفت على معظم المفسرين يذهبون إلى ما أذهب إليه، يعني هذا الكلام ليس من عندي، يعني ليس كلاما جديدا، لكن الإشكال كيف تستطيع هذه الساحة المليئة الآن بشكل كبير جدا حول أن مفهوم التغيير هو التحول الإيجابي وليس الانتقال السلبي. القصد من ذلك أننا نحرر المصطلح لنبقي أنفسنا بعد ذلك على المصطلح الصحيح قرآنيا، وهو المصطلح الذي إن شاء الله سيكون معتمدا في حركة النهضة عندنا، وليس المفهوم القرآني الذي زيف وفهم بغير وجهه. وللأسف كما ذكرت معظم القراءات التي نقرأها حول النهضة تجدها تذهب في هذا الاتجاه. أيضا يذكر الله تبارك وتعالى في سورة النساء عن الشيطان حاكيا عنه وما يريد، قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يعني التغيير في خلق الله تبارك وتعالى عن طريق قطع الآذان أو إيجاد أشياء في الأنعام مثلا مما يغير الشكل. فالوضع الطبيعي عدم التغيير، أنها كما هي، فيأتي الشيطان ليحدث عملية التغيير، فلا يغيرن خلق الله. هذه تقريبا مسألة إنه يعني حتى تكون الصورة واضحة. فالتغيير هنا نلاحظ التغيير هنا مفهوم يتلازم ومفهوم التحول نحو الأسوأ لا نحو الأفضل، بخلاف التي الحالة السائدة في الاستدلالات في المنابر وفي الخطب وفي غيرها، تلاحظ أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما، لا، ما هكذا. هذا مفهوم آخر تماما قرآنيا. المفهوم القرآني هو حالة انتقال من الأسوأ من الأفضل إلى الأسوأ لا نحو الأفضل. وعليه يكون معنى الإصلاح، هذا ما أريده، يكون معنى الإصلاح هو المعنى الأشمل من مفهوم التغيير، يعني هو المعنى الأشمل من مفهوم التغيير، وهو أكثر تأصيلا وتعبيرا عن إرادة الشارع
بشريعته، لأن الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة إصلاح واستخدم كلمة تغيير. تتبعنا كلمة التغيير وجدناها هي خروج عن المألوف وخروج عن الوضع الطبيعي، وليست اتجاه نحو الحالة الإيجابية. الإصلاح هو السعي نحو الحالة الطبيعية والاستمرار عليها والاتجاه نحو الجانب الإيجابي، حتى لو خرج الإنسان عن الوضع الطبيعي فإن الإصلاح هو الحمل على الحالة الإيجابية وليس على الحالة السلبية. وهو أن مفهوم الإصلاح يفيد زوال الفساد. هذا هو محل مربط الفرس، أن الإصلاح يفيد زوال الفساد والتحول نحو الأفضل، فهو يشير إلى معنى التحول الإيجابي لا الإبقاء على الأوضاع الفاسدة على ما هي عليه. فالإصلاح ليس هو حالة إبقاء على الوضع على ما هو عليه، لا، هي محاولة التحول والاتجاه نحو الجانب الإيجابي والعودة إلى الوضع الطبيعي. طيب، ستواجهنا هنا مشكلة وتحتاج إلى تخريج، وهو أنك أنت ذهبت إلى أن والله يا أخي التغيير هو مفهوم سلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هنا طبعا ستلاحظ الفارق الكبير فيما يتعلق بالمفردة القرآنية ودلالتها على الإعجاز التي لا توجد في الأحاديث بطبيعة الحال. فالقرآن معجز بمفرداته ودلالاته وسياقاته، والمركزية في المفاهيم يفترض أن تكون قرآنية محضة. لماذا؟ لأن المفردة في القرآن في ذاتها مقصودة ومرادة، ولكن بالنسبة للأحاديث أحيانا قد يأتي الحديث على سبيل مثلا يرويه الصحابي أو يرويه التابع مثلا بالمعنى، وهذه مجازة طبعا لكن القرآن لا، القرآن ما في رواية بالمعنى. وبالتالي يمكن أن نقول الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، أي فليصلحه، وهذا هو المعنى الذي يمكن أن يستقيم مع المعاني القرآنية ومع المفهوم القرآني فيما يتعلق بأن الإصلاح مفهوم مركزي تحمل عليه كل الأحاديث التي فيها هذا النوع من المفردات. كما أن مفهوم الإصلاح أشمل من مفهوم الثورة. نلاحظ أيضا الإصلاح بخلاف الدراسات الاجتماعية، يعني الإصلاح في القرآن الكريم أشمل من مفهوم التغيير، أو هو مغاير في الحقيقة لمفهوم التغيير، ولكنه أشمل من مفهوم الثورة المعرف في الدراسات الاجتماعية والسياسية بأنه حالة من التغيير الجذري. فهنا نلاحظ أن الثورة غالبا ما تستهدف النظم السياسية الفوقية، والإصلاح عندنا يستهدف الفرد ويستهدف المجتمع ويستهدف السلطة السياسية. وبالتالي مفهوم الإصلاح مفهوم أوسع في دلالاته من حيث شموله أو من حيث اشتماله على حركة الفرد وحركة المجتمع وحركة الدولة. ولهذا السبب نلاحظ أن رسالات الأنبياء جميعا كانت رسالات إصلاحية، وهذا الذي نفضله أن يكون الاصطلاح القرآني هو الاصطلاح المركزي والمحوري في حركة التحول نحو الأفضل والعودة إلى الجادة إن شاء الله. نلاحظ أن مفهوم الإصلاح هو المفهوم المركزي كما ذكرت. وعبر القرآن الكريم بمفهوم الإصلاح مع أن الإصلاح يشتمل في معناه على مفهوم الثورة في سياقاتها المعروفة. يعني مفهوم الإصلاح الذي نتكلم عنه هو ليس مفهوما جامدا أو باردا أو سلميا ليست له أدوات عنف أو غيرها كما يذهب الدراسات الاجتماعية. المفهوم القرآني في مفهوم الإصلاح يبدأ بالكلمة وينتهي بالقتال، بمعنى كيف تستطيع أن تزيل الفساد إلى أقصى ما لديك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالشاهد أن مفهوم الإصلاح ليس مفهوما كما يروج له على الأقل في الدراسات السياسية والاجتماعية بأنه مفهوم ما دون التغيير ودون الثورة، وبالتالي يقول لك هذا حزب إصلاحي وهذا حزب ثوري أو تغييري. لكن القرآن ليس كذلك. القرآن جاء رسالة الرسل والأنبياء رسالة إصلاحية، كما جاء على لسان شعيب عليه السلام يقول لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. إذن هو عبر عن أنه يريد الإصلاح، والأنبياء جميعا دعاة إصلاح. وفي نهاية المطاف الأرض يجب أن تكون أرض للصالحين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فنلاحظ أن ميراث الأرض
والاستخلاف فيها يجب أن يكون للصالحين، وبالتالي هم أيضا فرع عن الإصلاح والمصطلح نفسه بذات الدلالة. هنا نلاحظ أن سياق الثورة الأشمل والأعمق للرؤية الفكرية والواقع التاريخي تعبر عنه بشكل واضح كلمة الإصلاح. ونلاحظ أن الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالرسالات جاءوا بتعديل جذري في العقائد والتصورات والنفوس والسلوك البشري والتغيير على مستوى البيئة والمجتمع. فالإصلاح ليس مفهوما كما ذكرت محاولات تعديل طفيفة فقط كما هو في الدراسات الاجتماعية والسياسية، إنما هو مفهوم جذري يشتمل على التغيير في التصورات الفكرية والعقائدية، ويشتمل على التغيير في التصورات السلوكية والنفسية، ويشتمل على التغيير كذلك على الجانب العقلي والسلوك البشري. إذن الإصلاح هو كما ذكرت المفهوم المركزي الذي نسعى على كل في ظل حالة على الأقل الاستخدام للمفردة بشكل واسع جدا والتضييق من مفهوم الإصلاح. نلاحظ بأن مثلا مفهوم الإصلاح يستخدم فقط الذين ينزلون في الانتخابات في ظل أنظمة ربما تكون فاسدة، يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا ربما فيه إضرار بالمصطلح وإضرار بالمفهوم أكثر مما فيه خدمة لهذا المفهوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وسنعود إن شاء الله بعد قليل فلا تذهبوا بعيدا. صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله ما كنا فيه من محاولة تحرير مفهوم الإصلاح باعتباره مفهوما مركزيا في القرآن الكريم، وينطلق منه على الأقل في فكرته نحو حركة المجتمع
وسعيها نحو الاستخلاف في الأرض وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وإنشاء مجتمع الفضيلة وبناء حضارة الحق. ذكرنا بأن التداخل عملنا نوع من فك الاشتباك في التداخل ما بين مفهوم التغيير ومفهوم الإصلاح ومفهوم الثورة، وإن كان كما ذكرت أن الدراسات معظمها تتجه الدراسات الاجتماعية، وهذه إشكاليات المصطلح. عندما نريد أن نحرر مصطلح قرآنيا وننطلق على الأقل من الأرضية القرآنية لبناء النهضة، هنا تواجهنا حقيقة إشكالية المصطلحات وفخ المصطلحات ومحاولة على الأقل تحرير الذين يريدون النهضة، محاولة على الأقل تحريرهم من كل المفاهيم غير الصحيحة ومحاولة تعبئتهم بمفاهيم صحيحة من الناحية القرآنية. نلاحظ أن الدعوات مع كونها حملت تعديلات جذرية، حملت كل دعوات الأنبياء تعديلات جذرية كاملة، تغيير كامل، حتى يمكن أن يصدق عليها بعض مصطلح الانقلاب الإسلامي، أو هي حالة يعني تحول كبير جدا في حركة المجتمع، ولكن عبر عنها بمصطلح الإصلاح. وهنا طبعا في بعض الدلالات المهمة جدا لمفهوم الإصلاح، وهو أن مفهوم الإصلاح فيه دلالة على أمرين نبه إليهما الطاهر بن عاشور، وهو في موضوع الإصلاح في أمرين تحملهم الدلالة. الأمر الأول الإبقاء على الصالح، الإبقاء على الصالح والاعتراف به، الإبقاء على الصالح والاعتراف به. فالآن أنت مثلا عندما تقول أنا أريد أن أصلح بيتي، لا تريد أن تهدم بيتك. عندما تريد أن تصلح سيارتك تريد أن تصلح العطل فقط، ولا تريد أن تلغي السيارة كلها، وهكذا. فالإصلاح فيه بعد، وهذا البعد مهم جدا في الدلالة النفسية أو في السياق النفسي في حركة النهضة، وهو استصحاب الصالح والنافع من ثقافة المجتمع وعادات المجتمع وتقاليد المجتمع. فالإصلاح لا يلغيها، بينما فهم الثورة والتغيير أحيانا قد يلغي ذلك، بينما الإصلاح يستصحب هذا البعد. ففيها بعد التقرير على ما هو صالح، والتعديل فيما هو فاسد، والاستعادة به إلى الوضع الطبيعي اللي هو وضع الفطرة الذي لا يتناقض مع النفس البشرية. فأنت في مفهوم الإصلاح تستصحب حالة الفطرة، إذا حصل عليها يعني انتكاسة أو حصل عليها انحراف تعيدها إلى الجادة وتعيدها على السوية. وإذا كان هنالك شيئا موجودا في النفس البشرية أو في حركة المجتمع إيجابي فإنك تقرهم عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا هو بعد الإصلاح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أني هنالك أخلاق قيمة وهنالك قيم فاضلة وعرف بها العرب، أنا أتمم هذا. أو هنالك قيم من الرسالات، وهذا هو الصحيح. يعني الرسالات منذ نوح عليه السلام ظلت ترسل بالقيم وتنزل بالقيم، لأن كما سنرى إن شاء الله مصدر القيم هو الرسالات ومصدرها هو السماء، وأننا في قيمنا نتلقى عن الله سبحانه وتعالى القيم. فهنا نلاحظ أن القيم كانت تتأسس شيئا فشيئا مع نزول الرسالات، إلى أن وصلنا لحظة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتملت عنده كل القيم. فجاء قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاكتملت عملية التشريع واكتملت منظومة القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق ظلت من عهد نوح عليه السلام وإلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكاملت في بعثته عليه الصلاة والسلام. فهنا مسألة مهمة جدا. الجانب الثاني أيضا موضوع الإصلاح يستصحب بعد التخطيط وبعد الدراسة الواعية والتعرف على المجتمع بكل تفاصيله، والتعرف كذلك على النفس التي تريد أن تصلحها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالإصلاح فيه أيضا بعد البصيرة وبعد المعرفة وبعد العلم، وهذه مسألة مهمة جدا. الحالة الثالثة اللي هو مسألة التخطيط، يعني بناء على الوعي وكذا في التخطيط الحق. أيضا الإصلاح يراعي التدرج المرحلي والانتقال الجزئي بالمجتمعات، فلا يذهب بالناس إلى حالات ربما لا يحتملها المجتمع في التغيير، مما ينتج عنها نوع من الفساد ونوع من الأضرار التي لا يحتملها
المجتمع. كل ذلك نجده مضمن في مفهوم الإصلاح وهو المفهوم القرآني، ولو لم تكن هذه المفردة بهذه الدلالة ربما لما حملت إلينا كل هذه الأبعاد. وتراعي كذلك الحكمة في وضع الشيء في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني وضع الشيء في موضعه هو الحكمة، فالإصلاح أيضا يتضمن هذا الموضوع. وبالتالي الإصلاح يضع السلم في موضعه ويضع العنف في موضعه، أو يضع السيف في موضعه ويضع السلام في موضعه، ولا يعني أنه حركة سلمية بحتة لا تتضمن نوع من أنواع استخدام العنف أو استخدام السيف، لا ليس كذلك، لأننا لاحظنا أن حركة الأنبياء كلها حركة إصلاحية، ولكنها تبدأ بكلمة وتنتهي في نهاية المطاف بالاستخدام للقوة في حالة تعثر على الأقل الاستجابة لأوامر الله تبارك وتعالى عن طريق الكلمة. ولذلك نلاحظ أن يتميز المصطلح القرآني عن بقية المفاهيم بكونه كذلك أن مفهوم الإصلاح مفهوم له مرجعية، مفهوم الإصلاح له مرجعية، والله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح، فالله هو الذي يحدد لنا مفهوم الفساد، وهو الذي يحدد لنا مفهوم الإصلاح، وإلا فإننا وجدنا في التاريخ البشري أن فرعون اتهم موسى بالفساد ووصف نفسه بالصلاح، أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والله عز وجل أيضا وصف حال المنافقين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون. وهكذا فالإصلاح له كذلك مرجعيته، وله إن شاء الله كتابه الذي ينطلق منه، وهو إن شاء الله الذي سنحاول أن نفرد له حلقة خاصة فيما يتعلق بمرجعية الإصلاح ومرجعية النهضة. ولكن إن شاء الله سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل في الحلقة القادمة أيضا حول بعض المفاهيم ذات الدلالات أيضا والارتباط بمفهوم النهضة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لما فيه الخير، ونأمل إن شاء الله أن تتابعوا في الأسبوع القادم أيضا، وأن تتابعوا من خلال مواقع التواصل المختلفة، وأن يكون هنالك إن شاء الله نشر لمثل هذه المفاهيم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.